أوقات كتير بتمر بلحظات ضعف وبتحس إنك محطم نفسيًا، وطبعًا الإحساس ده بيكون ليه أسباب كتير جدًا، زي مثلًا ضغوطات الحياة أو مشاكل الشغل أو صعوبة المعيشة، وبغض النظر بقى عن كل الأسباب دي أنا النهارده هاقول لك إزاي تتعامل مع انتكاستك النفسية، فتابع معايا للنهاية لعلك تستفيد. مبدئيًا كده أحب أقول لك إن مش عيب ولا غلط ولا حرام إنك تتعب نفسيًا، لأن المرض النفسي مش جنان زي ما بعض الناس فاكرين، بالعكس تمامًا ده مرض زيه زي أي مرض وبيحتاج علاج على فكرة، وفي الغالب المرض النفسي بيكون أصعب وأشد خطورة من المرض العضوي، علشان بكل بساطة المرض النفسي بيكون عدو خفي، وحضرتك ما بتبقاش عارف ولا قادر تحدد إحساسك، فما تتكسفش أبدًا من كونك تعبان نفسيًا أو مضغوط شوية. بس حاول بقدر المستطاع إنك تهتم بصحتك النفسية علشان مفيش أي حد هيشيل مكانك ولا هيحس بيك، وأول حاجة تعملها بقى علشان تهتم بصحتك النفسية هي إن حضرتك تكون متقبل فكرة إنك مش دايما هتكون صح، مش دايما هتكون سعيد ومبسوط، ومش دايما هتكون كسبان ولا دايما هتكون ناجح، فلازم ومهم جدا إنك تتقبل الأفكار دي علشان بنسبة 100% أفكارك هي اللي بتشكل حالتك النفسية، وكونك مهيأ نفسيا إنك تتقبل خطأك وحزنك وخسارتك وفشلك ده هيخليك تتقبل أي موقف من دول بصدر رحب ومن غير ما تتأثر نفسيا بالسلب. أما بقى الحاجة التانية اللي المفروض تعملها لما تكون منتكس نفسيا إنك تتكلم وتفرغ كل الطاقة السلبية اللي جواك، بس أهم حاجة إنك تختار الشخص الصح اللي تتكلم معاه، سواء بقى كان دكتور أو شخص أنت عزيز عليه، واللي أفضل بقى من إنك تدور على حد من البشر علشان تتكلم معاه هو إنك تلجأ لرب البشر سبحانه وتعالى، وتأكد تماما إن ربك مستحيل يردك مكسور أو تعبان. ربك سبحانه وتعالى هو الوحيد اللي عارف كل اللي جواك من غير أي كلام، وهو برضو اللي أمرك أمر واضح وصريح في القرآن الكريم بإنك تلجأ له في وقت تعبك وخنقتك، وده بنص قول الله تعالى في القرآن الكريم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وسواء بقى حضرتك لجأت لرب البشر سبحانه وتعالى أو أخدت بالأسباب ورحت لدكتور مثلا أو دورت على حد من صحابك، فلازم إنك تتكلم وتخرج اللي جواك، علشان كتر الكتمان والسكوت هيخلي المشاعر السلبية دي تتراكم جواك، ومع الوقت هيكون مصيرك حاجة من اتنين: إما الانتحار أو إنك تعيش حياتك مكتئب. ودلوقتي بقى هقولك على حاجة مهمة جدا لازم إنك تكون عارفها وواخد بالك منها ومركز فيها كويس جدا، وهي إن البني آدم لما بيكون موجوع من حاجة أو تعبان نفسيا فهو بيكون في أمس الحاجة لإنه يتكلم ويخرج اللي جواه علشان ما ينفجرش، ما بيبقاش وقتها محتاج آراء ولا انتقادات ولا حتى محتاج نصيحة، هو بس بيكون محتاج يتكلم أو محتاج يسمع كلمة حلوة تشجعه وتحفزه إنه يكمل وسط الضغوطات اللي هو بيمر بيها في حياته، محتاج يعرف هو قد إيه كويس وجميل ومحترم وقوي، وقد إيه هو يقدر يتغلب على ظروفه ويكمل، فهو زي ما قلت لك بيكون محتاج يتكلم وخلاص، أو بمعنى أوضح بيكون محتاج لحد يسمعه وفي نفس الوقت يستحمله. فلو أنت الحد ده وهتسمع لشخص تعبان نفسيا فبلاش تضغط عليه أكتر من غير ما تاخد بالك، وبرضه هكررها لك تاني: افتكر دايما إنه في الوقت ده بيكون عايز يتكلم وبس، ما بيبقاش محتاج لآرائك، فعلى الأقل أجل آرائك ونصايحك لوقت ما يهدى علشان ما تأذيهوش أكتر وأنت في نيتك إنك تساعده. وأحب أقول لك برضه بلاش تتسرع في الحكم على الشخص الكتوم، علشان الشخص الكتوم بالتحديد لو اتكلم واتفهم غلط بيبقى أهون عليه إنه يموت نفسه أو يرجع بالزمن وما يتكلمش. الملخص يا صديقي: لو عندك حد بيجري عليك يتكلم معاك وقت انتكاسته النفسية حاول بقدر المستطاع إنك تسمع له وتكلمه عن مميزاته وتبين له الجوانب الطيبة اللي في شخصيته، علشان هو في الوقت ده بيكون مطفي، وكلامك عنه بأفضل الصفات اللي موجودة فيه هو اللي بينور حياته تاني بأمر الله. والأهم من كل ده بقى إن بعد ما يخلص كلامه معاك تيجي حضرتك تحفر بير غويط قوي وتدفن فيه كل الكلام اللي هو قاله، واوعى ترجع له في يوم من الأيام ولا حتى بينك وبين نفسك، وخليك هين لين لطيف على القلوب، وافتكر دايما إن الكلمة الطيبة في ديننا صدقة. وبس كده، أتمنى أكون قدرت أفيدك. شكرا ليكم، كان معكم عبد الله شرف.